السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض صينية بتنجان حلوة جدا جدا. بتنجان اليومين دول رخيص ومالي السوق وحلو جدا جدا، حتى لو مش افضل حاجة هقولك ازاي تعمليه كمان بأقل كمية من الدهون، من غير ما نحمره ولا نقليه ولا الكلام ده خالص. طريقة صحية جدا جدا بنسبة بسيطة قوي قوي من الدهون، وهتشوفوا في اخر الفيديو الوصفة معايا تحفة تحفة تحفة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد. اول حاجة انا معايا كده حوالي كيلو من البتنجان. بدأت كده اقشر جزء منه، يعني بقشر جزء وبسيب جزء من القشر، ويبقى اقطعه حلقات زي ما انتوا شايفين كده. البتنجان من الافضل انك تجيبيها تكون اللون بتاعها اسمر قوي، وكل ما بتكون سمرة كده كل ما بتكون حلوة معاكي. كمان لما تيجي تمسكيها تلاقيها خفيفة كده في ايدك مش تقيلة، دي بتكون حلوة ومش مبزرة من جوه. البتنجان اليومين دول حلو جدا، يعتبر يعني حتى لو في بذور بتبقى بذور خفيفة مش كتير، وكتير قوي متوفر قوي ورخيص. نجيب بقى صينية كده كبيرة، اكبر صينية عندك، وبدهنها كده كويس بالزيت. وبعد كده ببدأ ارص فيها حلقات البتنجان اللي عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم احنا هنعملها بأقل كمية من الدهون. زي ما انتوا شايفين انا بس دهنت الصينية بالزيت، وبعد كده جبت زيت، معلقة زيت، وبدأت ادهن الوش بتاع البتنجان من فوق زي ما انتوا شايفين كده. لو حابين تدهنوا وشها وظهرها برضو مفيش مشكلة، هيكون افضل كمان. انا بس دهنت الصينيه وبدات كده اجيب زيت وادهن الوش بتاع البتنجان دهنه خفيفه خالص من الزيت بالشكل ده كده. وطبعا مسخنه عندي الفرن عشان ادخل البتنجان على فرن سخن. وعندك حل من الاتنين، يا اما هتحطي الصينيه على الرف اللي في المنتصف في الفرن وهتشغلي الفرن من فوق ومن تحت، ده لو في حاله ان الفرن عندك بيشتغل من فوق ومن تحت، وهتستني لحد ما ياخد يتحمر وياخد اللون من فوق ومن تحت. لو عندك الفرن بيشتغل من تحت بس، فهتشغلي من فوق وهتقربي الصينيه لتحت لغايه تحت الرف التاني من تحت في الفرن، وهتشغلي من فوق بس لحد ما تلون من جهه تقومي قلبها على الجهه التانية يلون من الجهه التانية. بعد كده هنبدا نعمل الصوص اللي هنحطه عليها على الصينيه. عايزه اقول لكم بجد تحفه تحفه، لو جربتوها هتدعولي، وخفيفه كده وحلوه ومش دسمه خالص ومريحه كده للمعده. جبت كده كام فص توم وقطعتهم كده في حله على معلقه زيت، وحطيت عليهم برضو قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر متقطعين، وبدات اشوحهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندك بقى حته لحمه مفرومه صغيره، عندك حته فراخ، دول حوالي كده معلقتين لحمه مفرومه. كانت عندي قطعه لحمه سليمه وفرمتها كده في الكبه نعمتها، وبدات كده اشوحها معايا مع الفلفل والثوم. لو ما عندكيش لحوم خالص برضو ما فيش اي مشكله، هتطلع تحفه تحفه جدا. زي ما انتوا شايفين اول ما اللحمه تستوي معايا كده، ببدأ كده انزل بمعلقتين من الخل، معلقتين صغيرين خل او معلقة كبيرة مليانة من الخل. لو مش هتحطي لحمة هتنزلي بالخل على طول على الثوم، يعني هتطشي الثوم بالخل. تمام. بعد كده بننزل بالطماطم، حوالي كده يعني اقل من نص كيلو طماطم. نقول كده مثلا 350 جرام من الطماطم، ضربهم كده في الكبة او تبشريهم بالمبشرة. تمام، يعني مش بيكونوا ناعمين، بيكونوا خشنين نوعا ما، سواء بالمبشرة او بالكبة. تمام. وبضيفهم عليها وازود كده شوية كده من المية عشان تتعصج معايا كده بسرعة، او تستوي معايا بسرعة. بعد كده هبدأ انزل بالتوابل، هننزل طبعا بالملح المظبوط على حسب الكمية اللي انت عاملاها، وهنزل عليها كده بشوية من الكمون والكزبرة. الوصفة دي بتحب الكمون والكزبرة جدا. هي يعتبر صينية بتنجان او صينية مسقعة زي ما تسموها، بس حاجة خفيفة واقتصادية، وكمان من غير قلي خالص، فدي حاجة حلوة جدا جدا. هحط كمان شوية كده من السبع بهارات عشان انا مستخدمة لحمة في الوصفة، فممكن تستغنوا عنها عادي مفيش مشكلة. والوصفة دي انا معاها عاملاها معاكم على القناة، حلوة جدا جدا. هنزل كمان بنص مكعب مرق، وده اختياري تقدري تستغني عنه لو حابة. هقلبهم كده كويس واسيبهم كده يغلوا كده مع بعض غلوتين تلاتة، وبعد كده هنطبق الصينية مع بعض على طول. بعد كده حطيت شوية كده من السكر عشان طبعا الحموضة اللي موجودة في الطماطم، وكده تمام جدا جاهزة معايا. اهم حاجة في الوصفة الخل، وكمان شوية السكر دول والكمون والكزبرة. الحاجات التانية اختيارية. انا حطيت كمان شوية من البابريكا لو متوفر عندك. بعد ما خدت غلوتين كده طفيت عليها، وكده البتنجان معايا كان استوى. انا حطيته على الرف اللي في منتصف الفرن، وولعت من فوق ومن تحت لحد ما اخد اللون اللي انتوا شايفينه ده.
عايزه اقول لكم بيبقى طري وبيبقى خفيف وبيكون حلو جدا زيه زي المقلي بالظبط، بس ده بيكون خفيف كتير جدا عن المقلي وكمان صحي جدا عن المقلي. كمان الخطوه اللي احنا عملناها في الفرن دي بديل للناس اللي عندها قلايه هوائيه. الناس اللي ما عندهاش قلايه هوائيه تقدر تعمل كده. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا، وحاسه ان طبعا ما فيش اي فرق، ومش حاسه خالص انه مضايقني في حاجه. وتقدروا تعملوا البتنجان بالشكل ده وتخللوه برضو اللي هي دقه الثوم، تمام، الثوم والخل والليمون وكده، بتكون حلوه جدا جدا بديل عن القلي. بعد كده طبقت الصينيه على بعضها زي ما انتم شايفين، حطيت طبقه من البتنجان وطبقه من الصوص وهكذا، يعني طبقه بتنجان طبقه من الصوص لغايه ما عملت الصينيه. سهله جدا جدا، بس الخطوه دي اتمسحت معايا للاسف من الفيديو. تمام. بعد ما طبقتها كده بوريكم ان لازم الصينيه تبقى فيها سوائل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني عاوزين البتنجان كده يبقى جوسي معانا، فمش عاوزينها تبقى ناشفه، لازم تكوني كده مخليه الصلصه معاكي خفيفه نوعا ما، عشان لما تحطيها على البتنجان يشرب منها شويه من السوائل، وتبقى الوصفه كلها كده جوسي وطريه مع بعضها. بعد كده هدخلها الفرن تاخد وش كده بس من فوق وتتشمع كده مع بعضها وتتقدم بألف هنا وشفا. هتشوفوها دلوقتي معايا. عايزه اقول لكم في منتهى الجمال، من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها، وموفره واقتصاديه جدا. تقدري تعمليها بقطعه صغيره من اللحمه او قطعه صغيره من الفراخ، تقدري تعمليها من غير لحمه ولا فراخ خالص، برضو هتطلع معاكي زي الفل. زي ما انتوا شايفين هطلع بقى جزء منها كده زي ما انتوا شايفين، حلوه جدا جدا. عايزه اقولك برضو تقدري تعمليها بالسجق، لو عندك قطعه كده صغيره من السجق دخليها فيها برضو هتطلع في منتهى الجمال. كده بعد ما طلعت معايا من الفرن هوريكم دلوقتي البتنجان قد ايه مستوي وطري وتحفه، وكفايه ان هو خفيف جدا جدا على المعده. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربيها، بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تدعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم، وتسيبوا لي لايك وكومنت. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. متنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة حبايب قلبي.